عبد العزيز ولا محمد علي باشا؟ طبعا محمد علي باشا بلا ذرة انحياز، بلا شك، بلا أي تفكير. محمد علي باشا. تقارن شخص استعان بالإنجليز ضد أبناء شعبه بشخص حارب أكبر وأقوى 4 دول بالعالم. وللمعلومية كل معارك عبد العزيز كانت ضد المسلمين. على سبيل المثال معارك ضد الكويت، معارك ضد إمارة آل عايض بالجنوب، معارك ضد الحجاز، ومعارك ضد شمر آل رشيد، معروفين. محمد علي باشا حارب وجابها أكبر دول في ذلك الوقت وهي الدولة العثمانية في الحرب المصرية العثمانية. سجل عندك بريطانيا وروسيا والنمسا وروسيا القيصرية والدولة العثمانية، تقارنه بهذا اللي حتى عركب البوبجي ما عنده يابه على قولة العراقيين. صنع إمبراطورية مترامية الأطراف من الأناضول شمالا وحتى منابع النيل جنوبا. ما هذا أجهش بالبكاء أمام الضابط البريطاني بيرسي كوكس لإعطائه أجزاء من الكويت، وهذا في معاهدة العقيل عام 1922، وهذا الكلام ذكره نيكسون في كتاب. أما محمد علي لم يحتاج إلى أن يبكي أمام الضابط البريطاني كما بكى عبد العزيز. توسع في الشام وتوسع في الأناضول والسودان وليبيا وحتى في الجزيرة العربية عندما أسقط إمارة الدرعية. إذا أردتم الجزء الثاني من هذا الموضوع بشكل تفصيلي قولوا لي بالتعليقات. لا تنسوا متابعة الحساب، والسلام عليكم.